يعني ايه انت عايز تخس وقاعد تقول انا عايز اخس انا عايز اخس، وفي الاخر مش عايز تغير اي حاجه في اللي انت بتعمله في يومك؟ I keep coming back like Jason. I can make them scream like Craven. Maybe I'ma snap like Batman. Leather face with this all don't face 'em. Blade to the neck, no shit. يعني ايه انت عايز تخس وقاعد تقول انا عايز اخس انا عايز اخس، وفي الاخر مش عايز تغير اي حاجه في اللي انت بتعمله في يومك؟ لا تغير طريقه الاكل ولا تغير طريقه او الوقت اللي بتنامه، يعني مش بتزود الحركه ولا بتقلل الوقت اللي بتبقى قاعده بس من غير مجهود. يعني ايه عايز تخس وانت بتعمل كده؟ انت كل فتره تروح لدكتور وتعمل دايت، ودايت صعب جدا، وتمشي عليه شهر شهرين، في ناس تمشي سنة على النظام ما بتغيروش، ويعني هو كويس جدا بعدين بتزهق. انت بتزهق جدا ومتقدرش تكمل، رجعت تاكل اوحش من الاول ويمكن اكتر، عشان انت فضلت فترة حارم نفسك من الاكل اللي انت بتحبه، وحاطط في دماغك ان انت كل اللي انت حاطه في دماغك ان انت عامل دايت، وكلها كام شهر او لما اوصل اللي انا عايزه وخلاص هوقف دايت وارجع اكل براحتي تاني. مفيش حاجة اسمها كده، يعني مفيش حاجة اسمها أنا عامل دايت فهوقف دايت وآكل براحتي. أنت أكلت براحتك يبقى أنت هترجع للي أنت كنت فيه، لأن أنت رجعت تاكل بنفس الطريقة اللي وصلتك للجسم اللي مكانش عاجبك. فأنت يعني ما عملتش حاجة، أنت رجعت تاني من الأول. أنت ما عندكش عزيمة، ولا معناه إن أنت ما عندكش إرادة إن أنت تغير حاجة. بالعكس أنت عندك عزيمة جدا، بدليل إن أنت فضلت ماشي على دايت مش عاجبك ومش مستحمله فترة طويلة. فلا، انت عندك عزيمة، بس انت دخلت للموضوع بطريقة يعني مش احسن حاجة، مش مش احسن آه طريقة تدخل بيها لان انت تنقص وزنك او تزيد وزنك على حسب انت عايز تعمل ايه. فانا لو طريقة اكلي غلط ورجعت لها تاني بعد ما خلصت دايت ما استفدتش حاجة. فتخيل معايا كده انت وصلت للهدف بتاعك، جسم انت كنت بتحلم توصله، واول ما وصلت له خلاص بقى انا وصلت يا جماعه، ارجع اكل براحتي تاني. طب ليه؟ يعني الجسم انت كنت تتمنى توصله ده انت وصلت له، حاول حافظ عليه بقى. يعني حرام اللي انت المجهود اللي انت عملته ده يروح عشان انت قررت ان انت كنت حاطط في دماغك ان ده دايت وهخلصه وخلصت. اول حاجه هتحصل بقى ايه؟ انت بالتدريج هترجع لوزنك اللي انت كنت فيه، والجسم اللي ما كانش عاجبك، وكنت بتبص في المرايه وتبقى متضايق جدا وانت بص في المرايه كنتش بتقدر تتصور. الحاجات دي كلها هترجع تاني بالتدريج، بس للأسف عقلك مش هيبين لك ده غير بعد ما تكون رجعت. يعني انت خلاص، انت مثلا كان وزنك فوق 100، انت مش تبقى تاخد بالك تاني ان وزنك زاد وان دهونك زادت غير بعد ما ترجع للمية دي تاني او تعديها كمان. مش هيبان لك حاجة غير لما بعد ما ترجع لنقطة الصفر اللي انت حاربت ان انت تطلع منها. فحرام المجهود ده كله يروح، ويعني انت هتحس باحباط، واللي هو لا خلاص انا اصلا ما بعرفش اخس، ومهما خسيت انا بتخن وانا هفضل تمام، انا هفضل بوزني ده انا مبسوط بيه. وهتحاول بقى تضحك على نفسك وانا تمام كده ومش عايز اخس اصلا، ومش مهم خالص ان انا اخس، ومفيش حد بيهتم بالشكل. مفيش حاجه اسمها كده، الناس كلها بتهتم بالشكل عادي جدا. تعالى بقى نتخيل السيناريو التاني، انت وصلت لجسمك الجسم اللي كنت بتحلم بيه، وخسيت وعملت الفورمة اللي كان نفسك فيها او في الطريق ليها. فانت يعني انت بالتدريج خلاص الموضوع عجبك، ولقيت ان انت اتعلمت عادات صحية كتير جدا. اتعلمت ما تركزش في كمية الاكل بس قد ما تركز في نوع الاكل، تركز في نوع الاكل والكمية. بس في الاول كده كده هتركز في الكمية بس، وبقيت بتاخد بالك من نومك بتديله أولوية. يعني لو بالليل بعد شغلك حد قالك نخرج، انت عارف ان انت محتاج تنام عشان تعرف تروح الجيم تاني يوم، او عارف ان انت محتاج تنام عشان جسمك يبدأ عملية البناء فيستعمل الأكل عشان يبني عضل ويحرق دهون. شايف الفرق؟ الفرق
رهيب. يعني واحد وصل لهدف، اتبسط ان هو وصل لهدف، اما بوظ كل حاجة. واحد تاني وصل للهدف وعرف ازاي بيوصل للهدف واتعلم ازاي بيوصل للهدف وعجبه الطريق اللي مشي فيه عشان يوصل للهدف. فاللي بيوصل للهدف والرحلة عجبته وهو وصله هو اللي بيكمل، وكده كده هيوصل عشان هو الرحلة عجباه. فهو اللي هو بيعمله ده هو علم نفسه ان هو يتبسط وهو بيعمله، فهو هيفضل مكمل فيه. لكن التاني هو شايف هدف بس، هو مش شايف رحلة. هو شايف من نقطة ألف لنقطة ب، وكل اللي في النص ده، كل الطريق اللي في النص هو مش مهتم يبص عليه أصلا. فاللي رايح للهدف وهو مبسوط بالرحلة كده كده هيوصل، حتى لو أبطأ بس هيوصل وهيفضل هناك. اللي رايح للهدف بس هيوصل، وبعد كده بعد ما يوصل هيبوظ كل حاجة عشان هو متعلمش أي حاجة في الطريق. فخليني أقولها لك، انت وانت رايح تاكل، اللي انا هاكله ده هيفيدني فعلا ولا لا؟ هل انا عايز اكله عشان عارف ان ده هيفيدني وانا جعان فعلا، ولا انا عايز اكله عشان انا عايز اتبسط دلوقتي بالاكله دي وبس؟ لو تاني رد ده كان الرد بتاعك، فاحب اقولك ان انت محتاج تشرب ميه وتخش تنام. سبسكرايب، شير ولايك لو الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه.